السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة تنزيل الخدمة الشتوية لأشجار المانجو زي ما حضراتكم شايفين، هما بيبقوا نظام خندقين أو نفقين. طول النفق بيبقى حوالي 80 سنتي، زي ما حضراتكم شايفين العمق بيبقى من 30 ل 40 سنتي. العرض بتاع النفق بيبقى عرض الفاس. طبعا بننزل الخدمة على ناتج الحفر هنا. تاني غلق سباخ او كومبوست او اي نوع من انواع الاسمده مع كيلو سوبر فوسفات الكالسيوم الاحادي، ونص كيلو كبريت زراعي ناعم. ويفضل هنا يا جماعه الاسمده تكون من النوع الناعم عشان اذابتها تكون يعني ايه، ما يعني يكون افادتها بالنسبه لطبيعه اراضينا احنا هنا في مصر افضل، لان الاسمده المحببه دايما بتستخدم في طبيعه اراضي تانية بطريقه ري تاني. يعني الاسمده المحببه بمعنى اصح تنفع في الدول الافريقيه اللي هي بتروى على مياه الامطار، مزارعها بتبقى بتعتمد على الري بالمياه الامطار، او في الاراضي اللي بتتروى بالري بالغمر. اما هنا احنا يفضل يكون عندنا السوبر ناعم. ليه؟ لان فايده الكالسيوم اللي احنا بنضيفه هنا يا جماعه هو بيعمل على تجميع حبيبات التربه، فبيخف من الترب اللي هي ممكن تكون تربه طينيه تقيله او تربه سلتيه تقيله، وفي نفس الوقت لو تربه رمليه فهو بيعمل على تجميع الحبيبات بتاعتها عشان خاطر يبقى فيه توازن هوائي مائي حراري داخل مسام التربة، تقوم تدي انتشار لجذور بالطريقة أفضل وبشكل أسرع، ونمو أفضل للشجرة بإذن الله. بيبقى نفقين زي ما حضراتكم شايفين، نفق على اليمين ونفق على الشمال، وفي العام اللي قادم أو اللي بعديه على حسب برضو كل ظروف مزرعة وكل إمكانياتها وكل إمكانيات المزرعة، ممكن عام أو عام لأ حسب إمكانيات كل مزرعة. المهم إن النفق يبقى معمول بالطرق المظبوطة زي ما حضراتكم شايفين أهو، نفق يمين نفق شمال، نفق يمين نفق شمال. ولازم يكون زي ما حضراتكم شايفين كده في شعيرات جذرية، يمكن حضراتكم شايفينها اهيت. لازم تكون الشعيرات الجذرية دي تقابلنا اهي، على اساس تستفيد منها الخدمة. لان يعني بنشوف في بعض المزارع بعض الناس بتنصح بان هو يبعد عن الجدر كل سنة، يبعد مسافة. الكلام دوت يعني لازم يكون بحساب، لكن ما بعدش بدون حساب. لو بعدت عن نطاق الجذور او المجموع الجذري مسافة بعيدة، فأنا مش هستفيد من الخدمة وهبقى رميت خدمتي في الأرض، حتى لو قربت المية عليها وغمرت المية عليها. لأن الجدر هنا أو الشعاعات الجذرية ما حسيتش الخدمة اللي اتحطت. لازم النبات يحس الخدمة، يبقى احنا هنا لازم نقطع الشعاعات الجذرية زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان خاطر الشعاعات الجذرية دي تبدأ بعد كده تكون حمولة وتبدأ تتغذى على السباخ العضوي. ولازم نردم على السباخ العضوي كويس اللي هيتحط عشان خاطر يقوم بعملية الايه، عملية التحلل والتخمر بتاعته تتم بطريقة سليمة. لأن اللي بتقوم بعملية تخمر وتحليل السباخ البلدي دوت أحد أنواع البكتيريا اللاهوائية، فهي لازم تكون مردوم عليها ترديم جيد. الحاجة التانية لأن عشان خاطر يحصل تعمق للجذر، لأن الجذر النهاردة ما ينفعش إن هو يبقى سطحي، وإلا أي شوية ريح ممكن تأثر لي على الشجرة وممكن تقلعها. وبنشوف الكلام ده بنفسنا في بعض المزارع، فيا ريت ويفضل إن إحنا ما نستهونش بموضوع الخدمة دي ونحطها بطريقة أي كلام. تمام، زي ما حضراتكم شايفين أهو الشعارات الجذرية واضحة في الخندق قبل عملية تنزيل السباخ أو الكمبوست أهو. طبعا الخدمة الشتوية أو الخدمة الخاصة بالتربة دي عليها عامل كبير جدا 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 في عملية التغذية، على عملية احتفاظ الرطوبة تحت الأشجار، على مهمة جدا في عملية تخليب بعض العناصر وتحويلها من الصورة الغير ميسرة إلى الصورة الميسرة.
كذلك الامر بتعمل على تدفئه الجذور، لها فوائد كتير. الخدمه العضويه دي لها فوائد كتير جدا جدا يعني. فيا ريت يعني حتى ويفضل في الاراضي الكلسيه او الاراضي اللي بتحتوي على نسب حديد عاليه ان هو يخدم الاراضي بتاعته دي خدمه عضويه سنويا، مش سنه وسنه. لان الاراضي اللي فيها كالسيوم عالي او اللي فيها حديد بنسب عالية زي مناطق الواحات والفرافرة والحاجات دي وسيوة والأماكن اللي فيها أكاسيد حديد عالية دي، لازم يهتم بالخدمة العضوية سنويا عشان يصلح من حال العناصر اللي موجودة في التربة، وإلا مش هيبقى ليها أي اهتمام بالنسبة للشجرة، بل بالعكس هتقلل من امتصاص عناصر تانية. تمام زي ما حضراتكم شايفين اهو. لازم الحمولة كده نعمل عليها، نظهرها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. دي كان كل اللي احنا محتاجينه في الخدمة الشتوية. كان في فيديو قبل كده ممكن ابقى انزل الرابط منه، انا شرح بالتفصيل. والكميات يا جماعة دي مهمة جدا، ويفضل لو في أراضي بتحتوي على أو قلوياتها عالية أو فيها نسبة من الملوحة، يفضل في الأراضي دي إن احنا نضيف سلفات الكالسيوم أو الجبس الزراعي بدل من السوبر فوسفات، ونعتمد في تسميدنا في برامج التسميد بعد كده على الإيه، على حامض الفوسفوريك كبديل للسوبر فوسفات. لأن احنا عندنا هنا الأراضي الملحية بتبقى فيها مشكلة الامتصاص بتاع الكالسيوم. ولو في أراضي كلسية برضو يفضل إن أنا ما أصرفش في عملية كبريتات الكالسيوم. يبقى أنا هنا كده أو سوبر فوسفات الكالسيوم أهو. تمام. يعني الأراضي الكلسية اللي هي أو الجيرية هي بتحتوي على نسب عالية من كربونات الكالسيوم أو كربونات المغنيسيوم، يفضل إن أنا اقلل من كميات السوبر فوسفات او امنعها لو انا شايف ان نسب الكالسيوم عندي في الارض عالية، على اساس ان انا ما ازودش في نسبة الكالسيوم اللي موجودة عندي في التربة، وبالتالي يعوق امتصاص عناصر كتير. شايفين اهو طريقة تنزيل الخدمة بالطريقة اللي احنا قلنا عليها. طبعا هنا الخلطة سباخ بلدي ومعاه سوبر كبريت. اردم بقى يا عبد الله. شغال انت بس على الناحيه الثانيه يا عبد الله وعبد الرحمن هنا، واحد هنا واحد هنا كده، والباشمهندس بيتصور. يلا بقى ايوه كده، يلا بقى ايوه. عملية التقليب زي ما حضراتكم شايفين. تمام يا عبد الله. بعد كده هنردم بقى ايه الرملة العادية اللي في الجنب التاني زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث يبقى احنا كمرنا السباخ البلدي كاملا. هات الجنب التاني يا عبد الله. ولازم نساوي الارض كده زي ما حضراتكم شايفين بعد عملية الترديم، على اساس المية ما تركنش في جنب على جنب اهو. ده النفق التاني لنفس الشجرة، لان في مشاهدين كتير واستفسارات كتير بتجيلنا ازاي نحط الخدمة بالطريقة السليمة. فزي ما حضراتكم شايفين كده هي دي الطريقة السليمة والمعتادة اللي نخدم بيها أشجارنا أو أي شجرة فاكهة، سواء مانجا أو موالح أو فاكهة متصفى، بخلاف العنب طبعا، لأن العنب ليه شغل تاني خالص أهو. طبعا هنا السباخ لسه مازال على الوش، فعشان نضمن إن يتحلل يبقى لازم إن احنا إيه، عشان أضمن إن السباخ يتحلل لازم أقوم بالردم وأساوي الأرض كلها. ساوي يا عبد الله بقى كله هنا حوالين الجذع كده.
الجنب التاني. وبكده يبقى خلصنا. وبعد كده نفرد الخراطيم بتاعتنا وندي ميتنا نغمر ميه كويسه، عشان الميه من اهم العوامل اللي بتساعد على تخمر السباخ البلدي وتحلله، عشان نستفيد منه مع البكتيريا الهوائيه. وكان معكم اخوكم حسام ابو زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.